السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم حبيباتي في قناتي مجددا، قناة تفاتيف أم ذاكر. في الفيديو تاع اليوم حبيت نوضح واحد الحاجة اللي بزاف الناس يسقسيوني عليها في لي كومونتير وفي التعليقات. راح نجاوبكم بهذا الفيديو. هنا كيما راكم تشوفوا بزاف راهم يسقسيوني على هذه الكتابة، منين نجيبها، كيفاش يخدموها وكلش. انا كي رحت نخدم هذه الكوموندي هذه الكتابة، طلبت من صاحب يعني اللي عنده الآلة اللي تطبع لي هذه الكتابة، قلت له انه يصور لي مقاطع اللي يشرحوا كيفاش تكون الكتابة هذه ومنين نجيبوها وكل شيء. المهم تابعوا معايا للنهاية حبيبتي، ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك، وايضا فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. ومرة على مرة طلعوا على القناة وشوفوا واش كاين جديد، لانه دائما راني نحط لكم في جديد والقادم افضل ان شاء الله. كما قلت لكم راهم بزاف سقساوني على هذه الكتابة، حبيت نوضح لكم الطريقة كيفاش يقصوها، منين يجيبوها، وكيفاش نحطوها في الريزيف، يعني في القوالب تاع الريزين تاعنا، كيفاش نخدموا بهم. مع العلم اني حطيت لكم العديد من الفيديوهات كيفاش نطبقوا هذه الكتابة في الريزين. هنا البنات هذه هي الآلة اللي راهي تقص لنا في الكتابة تاعنا. هذه الآلة كيفاش راح تقص لك الكتابة؟ أكيد لازم يكون عندك جهاز كمبيوتر وتطبيقات خاصة بهذه الآلة، اللي راح تعطي لها الكتابة اللي حبيتيها والقيس اللي حبيتيه، وأيضا نوع الخط اللي حبيتيه. وكما راكم تشوفوا كاين الورق الذهبي، كما راكم تشوفوا راح يكون الورق الفضي، وكاين أيضا الورق الملون الأسود ولا الأبيض ولا الأحمر. يعني كاين ألوان بهذه الطريقة، يعني هذو أوراق لاصقة. كي نحبوا نطبعوا نقصوا الكتابة اللي حبيناها، بعدها راح نقشروها، راح نوريلكم فيما بعد طريقة التقشير. هذه الآلة البنات راهي دير 700 ألف، حاليا راهي دير 700 ألف. هي كبيرة، يعني عملية ما شاء الله. اللي يحب يدير مشروع ما عليه غير يشري الآلة هذه ويتعلم كيفاش يخدموا بها، يعني راح تلقاو فيها خدمة ما شاء الله. هنا الكتابة بعد ما قصيناها كما راكم تشوفوا، هاي ليكم هكذا راح تبان لكم في العديد من الألوان. يعني هذا ذهبي. هنا البنات راح نوري لكم كيفاش راح نقشروا الكتابة هذيك. حاولوا كل اسم ولا كل كلمة قصوها وحدها هكا باش تسهل عليكم أنكم تقشروها بلا ما يطير لكم هذيك الكتابة كامل. وتوجهوا أيضا للنقاط، لأنه النقاط غالبا ما ننساوهم كما راكم تشوفوا. يعني أنا حبيت نوضح لكم ونعطيكم فكرة عامة على هذا الطابعة كيفاش تخدم. أنا ما عنديش هذه الطابعة، ولكن ولما لا، يعني في يوم من الأيام ربما نجيب حتى أنا طابعة كيما هذه ونعود نخدم بها، وإذا كان جبتها أكيد راح نوري لكم كيفاش راح يكون العمل بها. على بالكم بلي ما نبخلكم بحتى حاجه، وانتم ثاني ماذا بكم ما تبخلونيش، ديروا لي لايك واشتراك، وايضا خليوا لي تعليقاتكم. البنات التعليقات راهم بزاف يساعدوني يطلعوا لا فيديو المحرك البحث تاع اليوتيوب. يعني ماذا بكم ديروا لي لايك وايضا تعليقات، وهكا تفعلوا معايا باش دائما نحب نحط لكم المزيد والمزيد من الفيديوهات. هنا راح نزيد نقشر الاسم الثاني هنا، يعني باش هكا باش تشوفوا فكرة فقط كيفاه يتم الحصول على هذه الكتابة. لأني كاين بزاف ناس ما راحش يمدوا لكم السر ولا الطريقة ولا منين ولا هذا الآلة البنات. ما على باليش دركا كل واحد يعني نقدروا نقولوا هذا مشروع خاص. يقدر أي واحد يشري هذه الطابعة ويديرها كمشروع خاص. يعني تقد أنا كيما أنا نخدمهم من عند واحد صوار يصور عنده شغل الطابعة هذه، شراها دايرها مع التصوار تما هو يصور في نفس الوقت يخدم الحوايج هذو. قادر تلقاوهم عند وحدة تخدمهم هكا في الدار، يعني تقدروا تكومونديوهم من الدار، تقدروا تلقاوهم عند المكاتب الكبار. يعني هذو لازم تحوسوا عليهم، يعني في الولاية تاعكم تحوسوا عليهم وتلقاوهم. يعني مستحيل ما تلقاوش في الولاية تاعكم. هنا البنات كي قشرنا هذيك الكتابة واش راح نديرو؟ راح نجيبو أيضا ورق شفاف لاصق. واش راح نديرو؟ راح نهزو هذيك الكتابة بهذه الطريقة. يعني كي تحطوا هذاك الورق اللاصق، ولا تقدروا حتى سكوتش تقدروا تحطوا هكا من فوق الكتابة. حاولوا ديروا فرد طبقة هكا وضغطوا عليها مليح بيديكم. هاوليكم ها هو كي هذا سكوتش هذا، ولا
ورق شفاف لاصق، يعني هذا راح يساعدنا باش نهزّو الكتابة تاعنا بلا ما تتحرك لنا، يعني ما تقدريش تهزيه بالوحدة وحدك وتحطيها لأنه ما راحش تجيك معدولة كي تحطيها في الريزين تاعك. هنا راح نهزوها كيما هكا، نحاولوا نضغطوا عليها مليح مليح باش تتهز، ومن بعد كي نهزوها راح نحاولوا نطبقوها في قوالب الريزين تاعنا. هنا البنات راح نحاول نعطيكم كمثال كيفاش طبقناهم. هنا كيما راكم تشوفوا راني درت هذاك الورق الشفاف وهزيت لهذيك الكتابة مليح، ومن بعد راح نضغط عليها بهذا الشكل، وراح نحاول نجبد هذاك الورق اللاصق الشفاف، وراح تبقى لي الكتابة في القالب تاعي كيما راكم تشوفوا. نظن يعني من الفيديو هذا ما تزيدوش تسقسيوني على منين نجيب الكتابة هذه ولا كيفاش، لأنه الفيديو راهو واضح جدا. إذا ما زلتم تابعوا لا فيديو أيضا، إذا كان ما درتوش جيم ديروا لي جيم البنات، وديروا لي تعليق شباب هكا باش تحفزوا النهاية بلا ما نعاود لكم البنات. شجعوني و هاكا باش ديما يعني أنا كي نشوف تشجيعاتكم نتحمس أني نزيد لكم فيديوهات، كي ما نشوف تشجيعات خلاص نفشل، نقول خلاص ما نزيدش نحط، واحد ما يتابعني، واحد ما يدعمني، نولي نفشل. أنا دائما هذوك الزوائد تخلصوا منهم. وهكا لصقوا الكتابة تاعنا، بعد ما نلصقوها راح نجيبو نخلطوا كمية من الريزين. دركا هذه الكتابة ماهيش ما تستعملش برك الريزين، تستعمل في المرايات، تستعمل في درك الإبداع راهو متطور ماشي غير شوية، يستعملوها في الصرافط هاذوك تاع المناسبات، يستعملوها في بزاف حوايج، يعني دركا في البخارات هاذوك اللي راهم يخدموهم دركا، هاذوك تاع الجبس ويخدموهم في بزاف أمور وأمور. يعني نتوما والإبداع تاعكم. المهم أنا عطيتكم طريقة كيفاش راح تجيبوا الكتابة هذه، وكيفاش تقشروها، وكيفاش راح تطبقوها في النموذج تاعكم اللي حبيتوه. نفس الشي راح نطبقوه مثلا في المراية. هنا فقط راح نزيدو عليه طبقة من الريزين هكا باش الكتابة تاعنا تقعد محمية. بعد ما تتصلب هذيك الطبقة تاع الريزين ما راح يصير حتى حاجة. وهذو نماذج من الحوايج اللي خدمتهم بالكتابة الذهبية. اتمنى انه الفيديو نال اعجابكم حبيباتي، وما تنساوش ايضا دائما ونعاود ونقول خلوا لي تعليقات محفزة، وأيضا ديروا لي لايك واشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تدخلي للقناة. وما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله مع قناة تفاتيف أم ذكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.